السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جميل من هذا المكان الجميل. هذا الفيديو مخصص للناس اللي راح تكون موجودة بلبنان أثناء احتفالات العام الجديد. لهيك إن شاء الله اليوم راح أعرفكم على أفضل مكان في بيروت ممكن تقضوا فيه أوقات جميلة خلال نهاية هذا العام، ومو بس نهاية هذا العام، فيكم من هلأ تبدأوا تقضوا أوقات جميلة بهذا المكان الجميل. شايفين الحماس والجمال؟ ليكو هذا لبنان وجمال لبنان. انطونا لايك واشتركوا بالقناة لنصل ل 10,000 مشترك. منطقة السردير في بيروت هي من أفضل المناطق في بيروت، وهاي المنطقة راح يكون فيها أجواء رأس السنة جدا جميلة. جهزوا لها وخلصوا وبلشت الأجواء الجميلة. المكان مجاني، راح أعرفكم عليه وراح أعرفكم شو موجود فيه. يلا بداية هذا الشارع من أجمل الشوارع، فيك تاخذ أجمل الصور هون، والمكان كبير، كل شارع راح يكون فيه شيء جميل ومختلف. مثلا هون راح يكون مثل الخيم، فيها مطاعم مقاهي. هون مثل ما حكينا يا اخوان الخيم او الكواخ، شو بتعتبرون اعتبروهن، فيهن اي شيء بدكم اياه. مثلا هون مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. نحن هون عنا كنافه بالجبنه، بنقدمها بالكعكتة او بالكرواسون مع تشوكلت صوص او قطر عادي. شكرا، اهلا وسهلا. بقدم مناقيش واشياء هيك بالشهي. هون كمان عندنا شارع كله ليكو اكواخ او خيم، فينا نقول لها خيم، فيها اشياء. شكرا، فيها اشياء جميله، اي شيء بدكم اياه موجود، هدايا، اكل، اشياء يعني انا للصراحه اول مره بشوفها. دخلنا بهذا الشارع اكواخ. ليكو قديه في ناس، ليكو كمان من هون قديه شارع كبير كله عربايات، اي شيء بدكم اياه. ليكو هون مثلا ما اجمل هو السيارات، هيك مثل السيارات عاملينهم مثل المطاعم. هون عندنا شجرة الميلاد، وهون عندنا مثل المسرح، هون للاحتفالات يجيبوا فنانين ومطربين، هون يصير الطرب للصبح. هون يا اخوان عندنا كمان مول، اللي يحب مول كبير وشو بدك كمان فيه. هون العاب للاطفال. هون كمان عندنا هاي السيارة الجميلة، هون مثل هاي بتوقف عليها في تصير تبرم، تاخذ لك أجمل الصور. يا الله، لما حكيت لكم إنه أي شيء بدك إياه موجود، ليكوا شو موجود هون. أحصنة، في منه حصان كبير وفي الحصان الصغير. هلا دخلنا الاسواق العالميه. هون كمان مثل ما انتم شايفين راح يكون مثل عطورات، مكياج، اشياء هيك تنباع. فانا اظن انه راح تقضوا اجواء جدا جميله هون في بيروت اثناء احتفالات راس السنه. هون كمان راح تكون مهرجانات واحتفالات، راح يجيبوا فنانين لكم جاهزين الطاولات وكل شيء. فالمكان مجهز لآلاف الناس، مش لشخص وشخصين، لآلاف الناس. يعني على الشارع الأجمل، أنا سميته شارع الصور، لأنه ما في شخص دخل فيه وما أخذ ممكن عشرات الصور. وليكوا يا أخوان كل ما تأخر الوقت زادت كثافة الناس. يمكن كل بنت أخذت 50-60 صورة. طلعوا عم تاخذ صور. تأخر الوقت زاد الشارع جمالا.
وهون راح انهي معاكم رحلتنا من هذا المكان الجميل. ان شاء الله يكون حبيتوا المكان واستمتعتوا بالحلقة واستفدتوا منها. كالعادة انطونا لايك واشتركوا بالقناة وسلام.